السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير. اليوم راح نسوي شوربة عدس، طبعا على الطريقة التركية، لأن قبل إحنا ما كنا بصراحة نسويها هالشكل، كنا نخلي العدس والشعرية وخلاص. هسه تطورت يعني شوية، خلوا لها إضافات. فاني هنا ضفت لها بصل، جزر، ثوم، وبطاطا، وهاي الطماطة. هسه اني خليتها على النار وراح اضيف لها كوب ماي واحد، كوب ماي واحد، لأن أنا ما راح أضيف المي ورا ما تنسلق، ما ينسلق العدس ما أضيف له مي، هضيف له إضافة ثانية. نضيف عليها شوربة الدجاج، طبعا هاي شوربة دجاج أنا مسويتها. هنا راح أحمس شوية بصل عليهم، هضيف على الشوربة شوية فلفل أسود، هضيف شوية ملح. أنا ما راح أضيف ماجي لأن أنا مخليها شوربة دجاج. وهنا البصل دا يحمس. هضيف البصل عليهم، طبعا أنا هاي الطشة أريدها. أحلى شوربة تاكلوها. أحلى شوربة تاكلوها. هاي أحلى شوربة. وهذا بصل أخضر خلينا عليها، طبعا عوادين بصل. أحلى شوربة عدس، وبالعافية علينا وعليكم. إن شاء الله نشوفكم فيديو جديد. لا تنسونا باللايك وشير ودعم القناة. أنا شيف سحر، مع السلامة.